شايفين الطبقات؟ طبقة بسكوت وطبقة كاستر وطبقة شوكولاتة. حاجة عظمة تحفة. بألف أنا وشفا. أنا معايا هنا حاطة نص كوباية لبن، وحطيت عليها معلقة قهوة سريعة الذوبان نسكافيه أو قهوة أو بن عادي يعني. بقلب فيها كده. طبعا أنا عاملة كمية صغيرة عشان مهدرش اللبن يعني، والقهوة وقفت مني. بعمل ايه بقى؟ خلاص قلبتها كده. معايا هنا بسكويت، بس هو مكسر يعني شوية عشان الواد قاعد يلعب فيه بوظه. فالمهم ان انا هاخد كده اسقيها كده في اللبن، ومش مشكلة هو كده كده هيتكسر. بسقيها. وعندي هنا بولات بحط فيها كده البسكوت اللي هو ايه، اللي هو بوشته في القهوة. بحط كده هنا شوية بسكويت وبقلبهم كده مع بعض، بس ما اطولش عليهم عشان ما يبوش مني. وبحط في البولات تانية، وبحط كده في التالتة، وبحط كده في الرابعة. وعندي هنا بقى بولات صغيرة خالص دي عشان حفيدي بقى، بحطها له هو لوحده. بحط شوية بسكوت تاني، انا مش عايزة اكتر يعني، بس عشان خاطر ان هو ايه بيدي طعم حلو اوي. بقلب. شفتوا بقى انا الكمية اللي انا حطيتها جت بالظبط، عشان خاطر ما يترميش حاجة. حرام يعني، مش استخسار ولا حاجة، بس حرام نعمة ربنا. خلاص كده ارجع احط تاني في الاطباق اهو. احط في الطبق التاني، احط في الطبق التالت، احط في الطبق الرابع، واحط الحتة الصغنونة دي بقى عندي حشوتي. الخطوة الجاية، طبعا انا خلصت الخطوة الاولانية اللي هي البولات اللي فيها البسكوت. عندي هنا كيلو لبن، هنزل عليه باربع معالق سكر كبار، والسكر ده حسب ما انت عايزة. بنزل عليه برضو بمعلقتين ونص كاستر، وبنزل بثلاث معالق نشا، وبقلب. طبعا ما احطش الخليط ده على النار الا لما يتقلب كويس قوي عشان ما يكتلش معايا. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده المكونات دابت بسرعة. هنقلها على البوتاجاز. كده انا حطيت المكونات مع بعض على البوتاجاز، بس اقلب تقليب متوسط، ما اسيبش ايدي ابدا ابدا من الحل. كده لسه انا بقلب في الخليط، لسه ما تقلش. افضل برضه اقلب متوسط، ما اشيلش ايدي خالص. كده الخليط ابتدى ان هو يتقل زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يتقل كده هطفي عليه. كده انا بقى معايا طبق فيه معلقتين قشطة بلدي كبار وحتة زبدة بحطهم، والكاستر سخن. طبعا هما هيسيحوا معاه على طول. وأقلب. طبعا ده بيديها قيمة غذائية جامدة. كده بقى معايا كبشة، هاخد بالكبشة كده واحط في البولات.
اللي انا حطيت في البولات كلها كده. طبعا بقلب الباقيين في الشوكولاته، يعني يا دوبك يسخنوا عشان تفك من بعضيها. اقلب برضه متوسط. زي ما انتوا شايفين كده، هاخد برضه الكبشة وانزل هنا على الطبق، وانزل على الطبق التاني، وانزل على التالت. اميلها كده عشان ان هي تيجي على الطبق كله. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا دلوقتي عملت معاكم حاجه حلوه. عملت لكم كاستر بالشوكولاته. طعمها خطير وسهله جدا. حاجه بقى كده نجوع بالليل. احنا طبعا في الحر وبنسهر بالليل، عايزين ناكل اي حاجة حلوة، فاحنا قلنا نطلع بقى من جو الطبيخ والمقالي والمشويات، ونعمل لكم بقى احلى شوكولاتة بالكاستر. طبعا دي كوباية حفيدي حبيبي الصغنونة دي، عشان بيحبش الحلويات قوي. ودي بقى لينا احنا. طبعا هي 3 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. طبقة بسكوت اللي عاملاها بالقهوة سريعة الذوبان واللبن، وبعد كده عملت الكاستر، وبعد كده عملت طبقة الشوكولاتة الجميلة دي، وبعد كده بشرت شوكولاتة وحطيتها عليها. فلو عجبكم الفيديو متنسوش بقى تتابعوني عشان يوصلكم كل جديد، ومتشكرة جدا للتعليقات الحلوة اللي بتجيلي، ويا رب يدوم التواصل بينا دايما. سلام عليكم.